اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل جلاش طريقة تانية خالص غير اي جلاش احنا كنا بنعمله. بصي، اول حاجة هنجيب لفة من الجلاش، وكان معايا صينية مقاس 30 في 40، وكوباية من السمنة أو الزبدة أيا كان اللي متوفر عندك. وبعدين هناخد بقى ورقة ورقة كده من الجلاش، هنحطها في الصينية، وبعدين هندهنها دهنة بسيطة كده من السمنة، مش كتير قوي علشان الجلاش ما يتجزعش لما تيجي تاكليه، تبقى فيه حاجات بسيطة يعني مش كتير قوي. ممكن ناس تقول مثلا احط نص مثلا لفة الجلاش في الصينية، وبعدين احط الحشوة بتاعتي، وبعدين تحط النص الباقي من الجلاش. وبعد ما تقطعها بتسقيها بقى بالخليط بقى اللي هو ايه، سواء بقى حليب، لو هو جلاش باللحمة هتسقيه بالحليب والبيض وكده. لو هو مثلا مسكر فهي بتسقيه مثلا بالسمنة، بس بعد ما بتقطعه كله وبترص ورق الجلاش كله من غير ما تدهن اي حاجة ما بين الطبقات. الحقيقة انا ما جربتش الطريقة دي، لان انا ما اضمنش السمنة او المادة الدهنية تتغلغل كده جوه الورقات بتاعة الجلاش، فانا ما جربتهاش ومش هجربها عشان نكون يعني صراحة مع بعض. انا شفت واحدة شخصيا يعني عملتها بنفس الطريقة دي، بس كان جلاش باللحمة وطلعت تحفة جدا. يعني أنا كنت موجودة وهي بتعملها، وطلعت تحفة جدا الحقيقة، ومورق وما فيهوش مثلا المادة الدهنية كده، لا ما فيش، بجد كان خفيف جدا، كان طعمه حلو. بس أنا أجربه بالطريقة دي لا، ما جربش، لأن أنا ما أضمنش اللي هي تطلع معايا حلوة ولا لا. المهم، بعد ما حطينا نص لفة الجلاش، وبعدين حطيت المكسرات بتاعتي بقى، سواء بقى جوز الهند وزبيب بقى او عين جمل او لوز او اي حاجة. وبعدين حطينا الطبقات التانية بين كل ورقة والتانية كده دهنة بسيطة من السمنة او الزبدة. وبعدين هنقطع الجلاش بتاعنا بقى الحجم اللي انت عايزاه، يعني مربعات صغيرة كبيرة مثلثات بقى اللي انت عاوزاه. وبعدين هندخلها الفرن على درجة حرارة 160 أو 170. هتدخليها على الفرن بس يكون شغال من تحت، أول ما ياخد لون من تحت كده هتشغلي الشواية لحد ما ياخد اللون اللي هو الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. وكان معايا لتر إلا ربع من الحليب. طبعا حاطة فيه السكر ده على حسب الرغبة. الحليب بعد ما يغلي معاكي سيبيه لحد ما يبرد، لحد ما يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش ساقع ولا يكون ساخن. الجلاش بيطلع من الفرن، بنسقيه بالحليب طبعا اللي هو بدرجة حرارة المطبخ، وكوني حاطة مع الحليب برضو كيس من الفانيليا. بس وهنسقي بقى الجلاش بتاعنا، وبعدين هنغطي الصينية بتاعتنا لحد ما الجلاش يتشرب كده الحليب، وبعدين تبدأي اللي انتي تقدمي في الجلاش بتاعك. في الوقت ده انا كنت بدوق الجلاش وكان لسه دافي، ما كانش لسه يعني ايه، هدي خالص كده، لا كان دافي. كان طعمه حلو جدا، مش وحش خالص يعني، لا حلو جدا. كان عامل قريب بالظبط من ام علي، من الجلاش اللي انت ممكن تعمليه على البوتاجاز وتسقيه باللبن بالحليب كده. كان طعمه جميل، اتمنى ان انتوا تجربوه، هتعجبكم جدا وهتعجب الاطفال جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.